السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا كيطا دي زاد. مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد وروتين جديد. اليوم جبتكم معايا للدار خلال العطله اللي راكم تشوفوا فيها، عطله صيفيه. الوغ بوركوا با نبارطاجي معاكم لا روسيت تاع اليوم، باسكو على بالي بلي رانا في لا بيريود تاع الصيف، بلي الطياب عندنا بزاف كومبليكي. الوغ قلت نبروبوزيكم هاد لا غوسيت لعل وعسى كاش ما تستفادوا منها ولا تسيوها ولا تدو الفكره. الوغ اليوم ديسيديت نوجد بيتزا كاري تاع زمان بالسميد. كما راكم تشوفوا حطيت 2 كيلات تاع السميد، مغرف كبير خميرة الخبز ومغرف سكر، وخليتهم وزدت لها شويه ماء وخليتها تخمر دو كوتي، ماشي بزاف، شويه برك. ونطوندو راني نوجد معكم لاصوص تاع طوماط، وين حطيت بها طوماطيش وتوم رايحه نرحيهم باش نتحصل على الخليط هذا. انسويت هذا استثنائي، ديت لها شويه زروديه شويه كورجيت غابي بور مو يعطي لها بلوس دو كونسيستونس والكو تاعها يكون بزاف بنين. هذا استثنائي. انسويت نفرغ الخليط نتاعي في الكسرونه باش نحطو يطيب شويه في الفرن، ماشي بزاف، انفيرون 10 مينوت ا 15 مينوت. ونزيد لها الملح ولي زيبيز وورق الرند. هنا درت لها طوماط كونسونطري. او انسويت نجي لاباط نتاعي تكون خمرت شويه كما راكم تشوفوا، ونزيد لها 2 كيسان تاعي تاع الفرينه ونبدا نخلط. هنا كاينه بتي ديتاي سيكو نزيدوا لها نص كاس تاع الزيت ونبدا نخلط بين 2 الكيسان تاع الفرينه، هكذا كي تخرج لنا لاباط بزاف طريه وماشي ناشفه. نخلط بيدي حتى تتلم لاباط تاعي هكذا بهذه الطريقه، ونسويت نغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما خمرت لي الله كما راكم تشوفوا نبدا نديغازيها بهذه الطريقه ونبدا نحلها. انا درتها ديريكتومون فوق بابي كويسون كما حبيتو نتوما باش ما تلصقليش في السنيوه. انسويت نبدا نحط الطوماطيش نتاعي اللي طابت لي في الكسرونه بهذه الطريقه. الحشو استثنائي، تقدروا ديروا واش حبيتوا. انا هنا درت برك طوماط هذه لاصوص طوماط، ودرت لها لو فروماج هذا ما كان. تقدروا ديروا البولي، ديروا فيونداشي كما حبيتوا، كل واحد يعني كما حب. والله خرجت لي بالطريقه هذه كما الاصليه، يعني كما يتباعوا برا، ني زياده ني نقصان. وحبيت نقول لكم بلي خرجت لي 2 حبات بيتزا، وحده كاري ماشي كاري مستطيله، وحده دائريه، ما كانش عندي مول مستطيل دونك درتها هكذا دائريه، وخرجوا لي 2 كبار. قلت لكم خرجوا لي 2 حبات بيتزا كبار، يعني سافا كونسيستونت. هذا لا دوزيام دائريه درت لها الطون باش تكون شويه اختلاف فوق جديد. في هذا لي طاب رايحه نوجد الصلصه الثوميه بالفرomage، وهنا درت فروماج فخي وحده بتي سويس، درت الثوم، درت الحليب شويه مغرى. دوك نحط لكم لي زانغريديون بالتفصيل. السيترون نبدا نميكسيها ونحطها في الفريكو تبرد وتتسربى مع البيتزا. الوغ هنا ديسيديت نزيد مع بيتزا هذيك لا سالاد تكون شويه فاريي، يعني اوليو تبدا تحبري واش طيبي واش ما طيبيش في الصيف هذا الحمى نتاع الكوزينه. دي فوا مليح تكاسي الروتين بحاجه خفيفه. هنا بديت انا نزين في الصاله لا سالاد نتاعي. تقدروا ديروا لي فريت معاها، تقدروا ديروا دي بات اون طونك سالاد بالسلطه، يعني كاين بزاف لي شوا تقدروا ديروهم في الصيف هذا. بلا ما ننسى باش نقول لكم بلي لا روسيت كامل تلقاها في صندوق الوصف. هنا وجدت لا سالاد نتاعي، وجدت البيتزا الله كاري كيما نحبها، هذيك تاع برا وطريه بزاف.
جايه قرف بنينه، ننصحكم تجربوها بهذه الطريقه. ومعها لاصوص هذيك تاع الفرomاج، صلصه توميه بالثوم والفرomاج. ودوك قلت لكم نحط لكم لي زانغريديون يعني في الفيديو في لابارتي اللي مقبل. شهيتكم في الجنه، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش تتابعوني وتضغطوا لي على جاب، راني وليت بقوه حنحط لكم كل يوم دي غوسيت هكذا تاع صيف تسيهم وتجربوهم. شهيتكم في الجنه. نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.